السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. حط لايك للفيديو اللي لسه محطتيش، واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتيش في العانه. ويلا اقول لكم على طول انا عايز النهارده اعمل ايه. انا النهارده قررت ان انا اغير لون السلم بتاع اللي هو اللعب بتاع الاطفال ده. انا كنت عاملاه لونه ذهبي، بس للاسف الذهبي بتاعه خلاص طفى وما بقاش عاجبني بصراحه، فحبيت ان انا ايه اغير لونه. فانا قلت هعمل لونه ابيض، بحيث ان اوضه البنات لونها ابيض، فانا قلت هعمل لونه ابيض بعد كده ادخله ايه جوه عندهم يعني في الاوضه وكده. بصراحه انا قلت بقى ايه شرايه العبد ولا تربيته، فوديه الاستورجي يعملهولك. طبعا انا رحت وديته الاستورجي، فالاستورجي قال لي هياخد عليه كام بس عشان يرشوه لي لون ابيض؟ تفتكروا كده؟ عايز ياخد عليه 1000 جنيه. انتوا متخيلين؟ اقسم بالله زي ما بقول لكم 1000 جنيه عشان خاطر يرشهولي بس لون ابيض. فتفتكروا انا هوديهوله ولا هعمله في البيت؟ طبعا اللي عارفيني هم اللي هيجاوبهم يعني. تفتكروا النهارده ان انا هعملها؟ مش ممكن طبعا. بس اكيد قبل ما اقول اي حاجه قولوا لي في التعليقات بامانه الله، انتم كنتوا هتعرفوا ان انا هوديه يتعمل ولا انا هعمله في قلب البيت؟ قولوا لي وبعد كده احنا هنعرف مع بعض. طبعا انا لما لقيت ان هو مأفور قوي يعني، ولا هو فعلا يا جماعه يستحق ان هو ياخد ال1000 جنيه؟ تفتكروا يعني؟ انا حاسه ان هو كتير بصراحه. 1000 جنيه ليه؟ ده هو اصلا مش جايباه ب1000 جنيه يعني. انا كنت جايباه كان ب100 يعني، ب100 وحاجه يعني، ما كانش مكمل 200 جنيه. فتفتكروا عشان راح ارشه ادفع 1000 جنيه؟ ده لا يمكن ابدا. ده لا يمكن ابدا. والله العظيم مش بخل. مش بخل، بس كل حاجه المفروض يبقى لها حقها يعني مش معقول إيه يعني ما يكملش حاجه واروح ادفع 1000 جنيه. انا قلت يعني مثلا هيقول لي 200 جنيه، فقلت مش اشكال، ريحي دماغك بلا صنفره ولسه هتجيبي وترشي وتعملي. لكن لقيته 1000 جنيه، فانا بقول له بجد يعني. انا شيعت ابني ان هو كان يوديهوله. فلما ابني جاي بيقول لي ب 1000 جنيه، بقول له بجد قال لك 1000 جنيه؟ قال لي اه والله يا ماما بيقول لي ب 1000 جنيه. قلت له لا يا حبيبي سيبه، ماما هتعمله في قلب البيت، ايه اللي هيحصل يعني؟ تعالوا كده اقول لكم بقى احنا هنعمله ازاي كده مع بعض. ويا رب يا رب يطلع حلو. ويعني ما اقولش اني كنت وديته، فلا ان شاء الله ان شاء الله هيطلع حلو ان شاء الله. انتوا إيه رايكم؟ هيطلع حلو ولا كنا ودينا احسن؟ قولوا لي يلا. تعالوا كده نبتدي نشوف احنا هنعمل فيه ايه. طبعا انا كده رحت عند الموان وقلت له انا عايزه صنفره الخشب، فاداني الايه الصنفره دي. انا قطعت كده منها حته، والمفروض ان احنا ايه متر من اللي هو الصنفره، في منها الخشنه وفي منها الناعمه. انا جبت اللي هي الناعمه دي، بلاش الخشنه قوي يعني عشان اعرف نمسكها ونتعامل معاها يعني. انا دلوقتي كده جبت ليها نص متر. النص متر عامل 7.5، وكان المتر كان عامل 15 جنيه، فانا قلت المتر هتبقى كتير قوي يعني، مش للدرجه دي. فجبت كده اللي هي النص متر دوت. طبعا انا واخده منه قبل كده يعني، وكنت مصنفره الحته اللي تحت، بس انا سبت اللي فوق دي كده عشان اصنفرها قدام منكم. فاحنا عايزين نحسب كده التكلفه عشان خاطر نشوف احنا هنقدر نوفر قد ايه من ثمنها من مكانها هتتعمل بره. تمام. انت بقى كده بقى بتجيب الصنفره دي كده بتقطعها حته بالمقص كده، مثلا على قد ايدي كده. انا كنت بصنفر بايدي كده تحت اهيت. هقطع حته دلوقتي كده كده قدام منكم ونصنفرها كده مع بعض. بصوا يا بنات، والله العظيم والله العظيم انا كنت بحسب ان الفيديو شغال واحنا بندهن السلم يعني. بس للاسف والله الفيديو طلع مش شغال. انا زهقت من موضوع التليفون ده والله. بس انا هقول لكم بالظبط انا عملت ايه. ان انا اصلا كنت عماله اتكلم معاكم واحنا بندهن وكده. بس طلع للاسف الفيديو ما كانش بيسجل. انا جبت علبه اللاكيه دي. انا كنت قايله في الفيديو ان هو ربع كيلو، هي مكتوب عليها 300 جرام. ديت ب 45 جنيه. في منها ب 35 وفي منها ب 45، فانا جبت ب 45. حسيت ان نوعها احسن يعني، والخامه بتاعتها والمطه بتاعتها حلوه، بحيث انت ما تحتاجيش تدهني وش تاني يعني للسلم اللي انا عاملاه او لاي حاجه تانية انت عايزه تعمليها. انا كان عندي الفرشه دي برضو. انا هقول لك دي سعرها كام للي مش عندها. في منها بسبعه، بتبتدي من 7.5 لحد 15. في ب7.5 وفي ب10 وفي ب15. فانت لو هتجيبي هاتي مثلا خير الامور الوسط، هاتي برضو ام 10 يعني ماشي. فيبقى عشان كده تبقى حاسبه التكلفه. طبعا احنا بنخف اللاكيه ده بربع فنجان صغير اللي هو البنزين ده. عارفين اللي هو البنزين اللي بيتحط للعربيات والتروسيكلات والحاجات دي. بلاش جاز، بلاش جاز، عشان الجاز بيبوظ الدهان معاكي وبيخليه ما بينشفش بسهوله، وبيبطع معاكي كده. تلاقي هتحسي بعد كده لما تيجي تحطي ايدك تلاقي بتبصم معاكي، حتى لو بعد فتره بيبقى مش حلو خالص وبيقشر كمان. فلما سالت قالوا لي افضل حاجه البنزين.
انت ممكن كمان ما تشتروش، يعني لو جوزك عنده عربيه او تروسيكل او موتوسيكل اي حاجه يعني، تجيبي بس ربع فنجان كده من عنده. ما كانش يبقى خلاص امرك بقى لله. تشتري نص رتل، ما فيش اقل من نص رتل، يعني هو بيتباع يا رتل يا نص رتل. بيتباع الرتل ب 20 جنيه تقريبا، فانت هتجيب نص رتل ب 10 جنيه. فاحنا عشان نعمل بس ايه، نبقى حاسبين التكلفه كلها تبقى واقفه عنا بكام. طبعا انا هنا السلم بعد ما اتدهن، ده اللي اتبقى من العلبه يعني. يعني بتاع اقول ايه، ربعها مثلا. تمام. طبعا ده مش هرميهم، انا عندي هنا كده كرسي هوريكم دلوقتي. برضو اللون بتاعه مش حلو خالص وطفى وصدى وكده، فانا برضو ايه هدهنهم بالشويه دول. هوريكم بقى السلم بعد ايه، بعد ما خلص. للاسف انا كنت نفسي بصراحه يعني تشوفوني وانا بدهنه، بس ايه يلا قدر الله ما شاء فعل. السلم اهو. بس هو انا عماله اقول لكم بندهن ازاي ونعمل ايه ونسوي ايه، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. انا كنت بحسب ان الفيديو طلع شغال، ما طلعش شغال ولا حاجه. يلا مش مشكله. ده بص شكله هو بعد ما نشف. بصوا ما فيش نص، بعد نص ساعه بصوا ما فيش نشف ازاي، بقى زي الفل. ايه رايكم فيه؟ بصوا شكله بقى جميل ازاي ومنور، احلى من التاني مليون الف مره. وقالوا لي 1000 جنيه قال. ما كملش معانا حاجه خالص اهو. هوريكم بقى دلوقتي كده الكرسي الموجود عندي، يعني برضو كان شكله مش حلو خالص، مش الطف حاجه يعني. فبما انك اللي عندي اتبقى، هستغله انا في الموضوع ده. يلا بينا. طبعا انا هوريكم السلم ده في الاخر بقى كده، بعد ما احط له بقى ايه الورود والالعاب والحاجات ديت، بنشوف شكله ايه بقى مع بعضينا كده بس في الاخر. بس انا حبيت اوريه لكم دلوقتي كده، برضو انا سايباه يكمل نشف اكتر، بس هو اصلا نشف يعني. بس انا هسيبه برضو ايه، هديله يوم كمان عشان خاطر ايه ابقى ضامنه ان تمام. بصوا يا بنات، ده الكرسي اللي بقول لكم عليه. بصوا المقشر خلاص وبقى مش حلو يعني. فانا هخلي لونه ابيض، بما ان اوضه النوم عندي بيضه، واوضه النوم كنت جايباها يعني من غير كرسي تسريحه وكده. فانا هخلي ده لونه ابيض دلوقتي، واخلي الكرسي ده خليه للتسريحه عندي. ايه رايكم؟ تعالوا كده نشوف هيبقى ايه. يلا. بس طبعا الاول هفك القعده ديت عشان خاطر ما يلطش معايا البويه، يعني ما تنزلش عليه وكده. فهفك القعده دي برضو هغسلها. وادهن بقى السلم. بصوا هنا في مسامير اهي بورمو. هفك كده المسامير دي كده وهندهنه بقى مع بعض. بصوا بقى يا جماعه، طلعت كده الكرسي كده في البلكونه عشان خاطر ايه اعرف ادهنه. عشان بس ريحه البنزين كده وانا عندي اطفال. معلش بقى لو في اي اصوات كده طالعه من البلكونه، احنا بقى بالنهار فالدنيا هايصه بقى عندنا، ولا واخدين اجازه وكده. هفرش بقى كده اي حاجه قديمه كده من تحت هنا عشان ما بهدلش البلاط، وهدهنه كده معاكم. بصوا بقى ايه، انا همسك كده الكاميرا انا بايدي عشان خاطر ايه مش هتكل على حد تاني يمسكها لي، عشان خاطر المره اللي فاتت في ساعه السلم قالوا لي بيصور وطلع ما بيصورش. فمعلش بقى ايدي لو بتتهز غصب عني، عشان اوريكم بس ايه ادم ادهنه ازاي. طبعا زي ما قلت لكم انا حاطه ايه حاجه كده تحت الكرسي عشان خاطر ايه الدهان لو نزل ما ينزلش على الارض يعني، على السيراميك. معلش بقى لو في صوت زي ما قلت لكم. انا قاعده في البلكونه بقى، والعيال ايه عاملين حس جامد قوي في الشارع. كانت اخر اللي تكون في اماكن شعبيه. لا بس والله بتبقى حلوه يعني ونس. طبعا انا هنا بصوا بدهن ايه بشوش خالص، غير السلم بصراحه ايدي كانت رايحه جايه فيه، يعني هو دهان الخشب غير دهان الحديد بصراحه يعني. وخدي بالك ان البويه بتنشف بسرعه عشان خاطر احنا حاطين فيها البنزين، ف بتنشف معاك على طول يعني. انا كده هاخد الكرسي كده دايما ما يدور وايه، وهقفل كده بقى وارجع لكم تاني عشان خاطر الدوشه دي، لان انا كمان برضو مش عارفه اكملك كويس قوي من الدهان يعني، عشان ماسكه الكاميرا بايدي. يلا ارجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات، هنا بقى كده بعد ما اتدهن وسبته شويه كده ينشف كده في البلكونه عشان اعرف ادخله جوه في الاوضه. بصوا حلو اهو
كده بقى ايه هركب له القاعده بتاعته. يعني دلوقتي غسلتها، بس طبعا هي لسه مش لحقت تنشف يعني دلوقتي. هو دلوقتي ده نشف عشان خاطر زي ما قلت لكم ان البنزين بينشف بسرعه، لكن بقى القعده لحد ما تنشف بقى بكره بقى ان شاء الله. آه هركبها بقى قدام منكم كده ونشوف برضو ايه السلم كده بعد ما اظبطه بقى كده بقى الورد والحاجات بتاعته. هنشوف بقى شكله بقى عامل ازاي يعني في الاخر. يلا سلام دلوقتي يا بنات. بصوا كده السلم كده بعد ما خلص اهوت. طبعا انا حطيت عليه الورد يعني والزهريات دي كده ايه شكل كروكي يعني مش شكل نهائي، بس انا حبيت اوريكم كده الشكل كده بعد ما البيض ما نشف اهو. بصوا شكله بقى عامل ازاي. احط عليه بقى فرع نور ومفارش ولا لا؟ طب استنوا كده نجرب كده مع بعض. بصوا يا بنات ايه رايكم كده؟ بس انا اطفي لكم النور كده عشان يبان اكتر. ها ايه رايكم؟ اسيبه على كده ولا لا؟ هو اسيب المفارش ولا احوشها؟ قولوا لي بقى عشان خاطر بقى بصراحه انا بيعجبني ذوقكم ورايكم معايا. يعني الراي طبعا دايما بيبقى مشوره، فقولوا لي كده رايكم ايه. بس انا كمان دلوقتي كمان هوريكم الكرسي بعد ما خلصت. وبصوا يا بنات الكرسي اهوت، ده كرسي التسريح اللي انا عملته معاكم كده في البلكونه اهوت. طبعا انا بقى لميت الكراسي بقى اللي في البيت اللي كانت بنفس النظام دي كده وعملتها. يعني هو برده ده الكرسي اهوت، وفي كرسي تاني كمان جوه. فيا رب بقى الفيديو ما يكونش طولت عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. ولو عندك اي حاجه بقى محتاجه اعاده تدوير في قلب البيت اعمليها وما ترميهاش. يعني انت ممكن تتعبي شويه صغيرين كده، ومش شويه صغيرين قوي يعني، بس برضو يعني تعبت شويه، ولكن احسن ما ترميها واحسن ما تشتريها من بره، فما تستسهليش وترمي. اشوف وشكم على خير وباي باي.